كله بقوة، كله بيرقص ويقول بصوت عالي، ده سيكا بتاع. عاوزين نعرف المقارنة بين فيو 3.1 ولا صور 2 هتبقى أفضل. في الفيديو ده النتيجة هتصدمك. تعرف انها موديل هيطلع الفيديو احسن وبطريقة احترافية. خليهم يشوفوا ده بنفسهم. تابعوا معانا الشرح. هو سيد احمد سيكا هيشرح فيديو المقارنه امتى؟ احنا منتظرين واكيد هنعرف. يلا الحقوا بسرعه، الشرح بدأ. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة عندنا تجربة جديدة ومختلفة تماما. هنشوف مع بعض مقارنة قوية جدا ما بين فيديو 3.1 وصورة 2. الاتنين من أقوى الموديلات في توليد الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي. هنشوف مين فيهم هيقدر يطلع البرومبت بطريقة أحسن، والنتيجة بصراحة هتصدمكم. فركزوا معايا للنهاية عشان المفاجأة جاية في آخر الفيديو. فلو انت مشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس، وإذا كنت مشترك في القناة لايك وكومنت، ويلا بينا على الشرح. أول موقع نخش عليه اللي هو من فيديو. هسيب لكم اللينكات دي كلها في صندوق الوصف وفي أول تعليق. بعد كده عشان نستفاد من الموقع هندوس ساين إن، بعد كده هندوس ساين أب. بعد كده بيقولك اكتب الإيميل والاسم والباسورد. فاحنا نخش على موقع مهمل ونعمل أو أي موقع بيعملك بريد مؤقت نخش عليه. هنعمل البريد زي كده وبعد كده ندوس عليه مرة واحدة عشان ناخده كوبي. نرجع للموقع تاني، نحط البريد اللي احنا جبناه هنا ونحط أي اسم ونكتب الباسورد وندوس كونتينيو. بعد كده بندوس هنا تمام. قالك انا بعتلك كود على الايميل اللي انت كتبتهولي. هترجع تاني المهمل وندوس على دي عشان نشوف الرسالة. فعلا الرسالة جت اهي، ندوس عليها وناخد الكود ده نسخ. نرجع للموقع تاني نحط الكود هنا لصق وندوس دي. كده مبروك عليك، انت عملت الايميل تمام. تقدر تعمل الفيديوهات، ولما تخلص الكريدت تقدر تعمل ايميل مؤقت تاني وتخش وتعمل فيديوهات تاني. بعد كده ندوس على اللي هي الشرط اللي على الجنب. بعد كده ندوس تكست تو فيديو. هنخش بقى على الشات جي بي تي. انا قلت له عاوز برومبت بالانجليزية لتوليد فيديو فيديو 3 لشاب وفتاة واقفين في الشارع شعبي في احياء القاهرة وبيتكلموا باللهجة المصرية العامية. البنت بتقول للشاب هنخرج فين النهاردة، ويكون في طفل صغير في حدود 8 سنوات ماشي مهموم وحزين، ويرد الشاب ويقول اصبروا نشوفوا، ويقول الطفل هو انتوا عليكم ضغوطات واحنا علينا مكسرات. وبعد كده عمل لنا البرومبت. ناخد البرومبت ده نسخ. بعد كده نرجع للموقع تاني نختار من هنا صورة 2 فري اللي هو زيرو كريدت، ما بياخدش كريدت بس هو بيعمل لك 5 فيديوهات مجانا. وبعد كده بقى تغير الايميل وتعمل فيديوهات تاني زي ما انت عاوز. بعد كده تنزل تحت شوية بيقول لك ان انت تقدر تعمل الفيديوهات بتاعتك بالطول اللي هي الفيديوهات القصيرة، تقدر تعملها بالعرض اللي هي اليوتيوب وكده. فاحنا نختار اللي هي بالعرض. بيقول لك هيعمله لك لغاية 15 ثانية. نحط البرومبت بتاعنا هنا لصق. بعد كده ندوس كلمة كرييت. هيبدأ يعمل لنا الفيديو. ننتظر لغاية ما يعمل لنا الفيديو ونشوف النتيجة مع بعض. نخش على موقع فلو عقبال ما يعمل لنا الفيديو على الموقع التاني. بعد كده ندوس على كرييت ووز فلو، وبعد كده بتسجل بالإيميل بتاعك. وبعد ما سجلت تدخل بالإيميل بتاعك بيقول لك إن أنت تقدر تستعمل فيو 3.1 تمام. هندوس بدء، ندوس مشروع جديد، نرجع للشات جي بي تي وناخد نفس البرومبت ونشوف أنهي هيطلع بدقة أحسن، ونعمل مقارنة ما بينه وبين الفيو 3 وبين صورة 2. هندوس هنا هنخليها تحويل النص إلى فيديو عشان احنا عاوزين نحول التكست للفيديو. هنا بيقولك ان انت تحول الصورة للفيديو، وهنا مجموعة صور تعملها فيديو. فاحنا نخليها نص الفيديو. ومن هنا بيقولك ان انت تقدر تختار الفيديو العريض لليوتيوب وبالطول اللي هو الفيديوهات القصيرة. فاحنا نخليه العريض. وهنا بيقولك ان انت تقدر تستعمل فيديو 3.1 فاست وفيديو 3.1 كواليتي.
ده اللي هو الفاست هياخد منك 20 كريدت، وده هياخد منك 100 كريدت. انت لما بتعمل تسجيل دخول بتاخد 100 كريدت. تمام. ومن هنا بيقول لك عدد الفيديوهات، عاوز كام فيديو، فاحنا نخليه 1 ونخليه عريض ونخليه فيه 3.1. بعد كده تحط البرومبت، بعد كده بتدوس السهم ده وتنتظر لغاية ما يعمل لك الفيديو. وهنا فيديو اللي هو الفيديو بتاع صورة 2 اتعمل. تعالوا نجربه مع بعض. هنخرج فين النهارده؟ اصبري نشوف. هو انتوا عليكم ضغوطات واحنا علينا مكسرات؟ معمول برضك بطريقة كويسة. عشان تنزله هتدوس السهم ده وتدوس داونلود ووز ووتر مارك. تمام. تعالوا نشوف اللي هو الموقع فلو. خلص برضك. تعالوا نجربه مع بعض. هنخرج فين النهارده؟ اصبري نشوف. هو انتوا عليكم ضغوطات واحنا علينا مكسرات؟ هو اللي نفذ البرومبت احسن بالمطالبة اللي احنا عاوزينها اللي هو V3.1 اللي هو موقع فلو. لو عاوز تنزله برضك بتدوس على السهم ده وتدوس هنا وتدوس على الحجم الأصلي اللي هو 720 وتنزله. طب تعالوا نجرب حاجة تانية يكون فيها موسيقى وفيها أغاني. أنا عملت برومبت في أغنية وفي موسيقى وكده. تعالوا نجرب هنا ونجرب هنا. ناخد البرومبت كوبي ونرجع لموقع فلو ونحطه هنا وندوس دي عشان يبدأ يعمل لنا الفيديو، وننتظر لغاية ما يعمل لنا الفيديو. ونرجع تاني على الموقع اللي هو منت فيديو اللي هو هيعمل لنا صورة 2. نمسح البرومبت القديم نحط البرومبت الجديد وندوس كرييت. دي فيها موسيقى وفيها أغاني. هنشوف أنهي واحد هيعمل لنا المطالبة بطريقة يعني أحسن من التانية. هو في المطالبة اللي احنا طلبناها الأول صورة 2 يعني كويسة بس ما طلعتش بنفس اللي احنا عاوزينه. فيو 3.1 طلع الفكرة زي ما احنا عاوزين. فهنشوف فيو 3.1 هيطلع لنا احسن من صورة 2 ولا صورة 2 هيبقى افضل. فننتظر لغاية ما يعمل لنا الفيديوهات ونجربها مع بعض. موقع فلو اللي هو فيو 3.1 عمل الفيديو. تعالوا نجربه مع بعض. سيد احمد سيكا يا نجم القناه، شرحه بسيط بيكسب قلوبنا كده بهواه، على اليوتيوب علم ناس كتير بكلمه. هو عمله بطريقة كويسة والكلمات مفيهاش غلطة. تمام. فكده برضك الفيو 3.1 لغاية دلوقتي برضك كويس، يعني عامل الفيديو بالمطالبة اللي احنا عاوزينها. وموقع منت فيديو. اخلص الفيديو. تعالوا نجربه مع بعض. احمد سيكا يا نجم القناه، شرحه بسيط بيكسب قلوبنا كده بهواه، على اليوتيوب علم ناس كتير بكلمه حلوه واسلوب خطير، سيكا دايما سابق بخطوه، كلامه حلو والناس بتسقف له بقوه، كله بيرقص ويقول بصوت عالي ده سيكا بتاع. وبرضك بعمله بطريقة كويسة صورة 2 كده يعني احسن من الفيديو التاني. تمام. هو الفيو 3.1 ما طلعش غلطة في الكلمة، انما هنا طلع يعني فيها كلمة فيها غلطة يعني في النص كده في جملة. بس انت برضك لو انت مثلا لقيت الجملة برضك عملتها غلط بنفس البرومبت دوس كرييت تاني هيبدأ يظبط لك الكلام ويبدأ اللي هو يعملها لك بأحسن يعني بطريقة أحسن. وانت كده كده تقدر اللي انت زي ما قلت لك لو خلصت الكريدت تقدر بتعمل ايميل مؤقت تاني وتستعمل الموقع تاني وتعمل 5 فيديوهات تاني. وبكده يا جماعة نكون شفنا التجربة بنفسنا بين فيو 3.1 وصورة 2. قولولي في التعليقات انهي واحدة شايفين انها طلعت النتيجة اقوى وجربوها وقولولي انهي احسن طلع لك البرومبت بتاعك بالطريقة اللي انت عاوزها. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان اللي جاي اقوى بكتير. استنونا في الفيديوهات الجاية.